الجهاز الإداري الخاص بالدولة. طيب للأسف الشديد الجهاز الإداري للدولة يتكون من 7 مليون موظف، 6 مليون ونص عقود ثابتة أو وظائف ثابتة، 562 ألف على الأقل عقود مؤقتة. الجهاز الإداري للدولة كله بيتبع مجموعة من القوانين بتبلغ على الأقل 401 تشريع موجودين. الكلام دوت من رئيس المحكمة الدستورية. 401 تشريع مصر بتعمل بيه، فالموظف اوتوماتيك معاه مجموعة من القرارات والقوانين في الدرج اليمين، عاوز يدخل صلاح جودة الجنة يحطه في الفردوس الأعلى. معاه مجموعة من القرارات والقوانين لذات الموضوع، عاوزين ندخل صلاح جودة في الدرج الأسفل من النار، نطلع له اللي في الدرج الشمال. يبقى هنا هي دي المنظومة، هو ده الفساد اللي موجود. يبقى لازم ألغي مجموعة القوانين اللي موجودة، ألغي بالكامل ترسانة الغابات التشريعية اللي موجودة، أحط نوع من أنواع النظام اللي يبقى اللوجست اللي موجود. جت دولة زي سنغافورة والصين منعوا التعامل بين الموظف اللي موجود وبين أي مواطن موجود. أنا بتعامل عن طريق النت، بتعامل عن طريق اللوجستيات اللي موجودة كلها، فما فيش أي نوع من أنواع الفساد اللي موجود. الأرض قبل ما تتباع ما فيش واحد ينزل يعين للأرض، إنما معروف الأرض والله اللي بينها على الطريق 2 كيلو كذا ده بسعر كذا، اللي جوه بسعر كذا، وتبقى محطوطة على نوع من أنواع الخرائط اللي موجودة كلها إلكترونية. صلاح اشترى القطعة نمرة 5 تبقى متعلم عليها باللحظة، يبقى ما حدش هياخدها منه. يبقى فساد وزارة الزراعة وخلافه نقدر نلغيه، فساد معظم الهيئات والوزارات نقدر نلغيه.